قاعدة كده مع نفسي، فحابة اتكلم معاكم شوية. اكتر سؤال بنسأله لنفسنا: ليه بنواجه صعوبة في تحقيق حلمنا او بنتأخر في تحقيقه او مش بنعرف نوصله اصلا؟ قيسوا بقى الحلم ده اللي عايزين تحققوه على كل الاصعدة. الحقيقة ان احنا بنكون متسرعين جدا ان احنا عايزين الحاجة دي تحصل دلوقتي، مع ان اي حاجة في الدنيا بتحصل محتاجة تاخد وقتها الطبيعي. يعني احنا لما بنيجي نطبخ طبخة بتاخد وقت على ما تستوي، ما تستويش في لحظتها. ادوا حلمكم فرصة ان هو يجهز ويتهيأ ليكم وياخد وقته. كمان من الاسباب اللي ممكن تخلينا منعرفش نوصل لحلمنا ان احنا بنشتت نفسنا باكتر من حاجة. احنا عايزين نحقق اكتر من حاجة في نفس اللحظة، وطبعا مفيش حد بيعمل كده ومش هتوصلوا لولا حاجة. لازم تحددوا حاجة معينة وتوصلوا لها، بعد كده تاخدوا حلم بعده او هدف تاني وتوصلوا له، وهكذا. ما ينفعش كل حاجة تحطها قدامكم، انتوا كده مش هتركزوا ان انتوا تحققوا ولا حاجة فيهم اصلا. وطبعا مفيش حد بيعمل كده ومش هتوصلوا لولا حاجة طول ما انتوا مشتتين نفسكم. لازم تحددوا هدف معين، تعملوا له بلان وتمشوا عليه. بعد ما يتحقق تشوفوا الهدف اللي بعده، وهكذا. اسمحوا لنفسكم انكم تكونوا مبتدئين. من العيوب برضو اللي بتخلينا ان احنا مش بنعرف نوصل لحاجة ان احنا عايزين نتقنها في وقت صغير او في نفس اللحظة، مع ان ما ينفعش. لازم مثلا عشان تبدأوا مجال معين تبدأوا من الصفر. لازم تمشوا بالتدرج الطبيعي بتاع الحياة. في مقولة بتقول: ابتدي من حيث ما انتهى الآخرون. ده في حالة ان انت عارف القواعد وعارف الفروض وعارف الأساسيات، إنما ما ينفعش أكون مش عارفة أي حاجة وعايزة أتقن مجال. ادوا أي بداية حقها، إن انتوا تكونوا مبتدئين فيها وتتعلموها من الصفر. انتوا لو عارفين الأساسيات وجربتوها ومشيتوا عليها ممكن تبتكروا قواعد جديدة. ممكن الجديد أو التحديث يجي منكم. كمان من الأسباب اللي بتخلينا ما نعرفش نوصل للحاجة اللي احنا عايزينها، احنا قلنا التسرع. في حتة متفرعة في نقطة التسرع ديت عشان مهمة جدا، خدوا بالكم. ان احنا بنكون فاكرين ان احنا في سباق، او ان احنا موضع نظر الناس، ان الناس متوقعة مننا حاجة معين، فاحنا خايفين ان هي متحصلش. في نقطة مهمة جدا لازم ناخد بالنا منها. محتاجين ان انتوا تعرفوا ان انتوا مش في سباق مع حد، مش في موضع منافسة او في مقارنة. طلعوا كل الاسباب دي منكم عشان تقدروا تركزوا على هدفكم وتعرفوا توصلوا صح من غير تشويش. خدوا بالكم، كل العوامل اللي احنا ذكرناها دي وكل الاسباب دي كفيلة انها تعرقل طريقك للنمو او ان هي تعطلك. انتوا لو فعلا في سباق مع حد فهو نفسكم. انتوا في سباق مع النسخة القديمة من نفسكم، في سباق مع نسختكم بتاعت امبارح انها تكون احسن من النهاردة وتكون احسن من بكرة. انتوا في سباق ان انتوا ترتقوا بنفسكم، انك توصلها لحلمها. ده السباق الحقيقي اللي انتوا فيه، هو ده بس اللي تحطوه قدامكم. طلعوا بقى كل الاسباب تانية بره، ما تسمعش الاصوات اللي حواليك. حط سماعة واسمع بس نفسك، صاحب نفسك، حط نفسك كبراند واشتغل عليه. اللي هو طب ايه هنعمل النهاردة؟ عملت ايه لنفسي النهاردة؟ وصلنا الهدف، طب ماشي يلا اللي بعده. اشتغل على نفسك كأنك كيان او كمؤسسة انت بتبنيه. لان لو انت كيان او مؤسسة قائمة بذاتها وبتحب نفسك وانسان متشافي، وركزولي على كلمة متشافي دي يا جماعة، حاجة حواليكم هتحبكم، هتنجذب لكم. عدوا معايا بقى: فرص شغل، صحاب، اهل، مثلا شريك حياة. شريك حياتك هيحبك جدا، هيخاف على زعلك، هيقدرك، هيديكي قيمتك الحقيقية، هيتمنى لك الرضا، ترضي حرفيا. كل حاجة هتعوزيها هتكون قدامك. الطيور هتحبك، الاشجار، الكائنات اللي حواليك هي هتنجذب لك حرفيا، بجد بدون مبالغة. الكلام ده خطير يا جماعة. هتبقي طاقة حب ماشية على الارض، كل الناس بتتجه ليكي، او كأنك ضوء كل الناس بتتجه ليه وكل الناس بتنجذب للضوء ده. عايزين يشوفوا ايه ده، ايه الحاجة اللي منورة دي، فعايزين نبقى
جنبه نحس بامان، نحس ان احنا كمان منورين. ملكوش بقى دعوة بالقيل والقال ودول عملوا ودول سووا. جماعة ما توزعوش طاقتكم ببلاش على الناس. نقول تاني عشان الحتة دي مهمة، ما توزعوش طاقتكم ببلاش على الناس. اسحبوا كل الطاقات اللي انتم موزعينها وهادرينها ديت حطوها فيكم. وانا مش هنا بدعو ان تكون اناني. جماعة لحظة، اللي بيحب نفسه وحاطط نفسه أولوية وبيشتغل على تطويرها وبيحبها هيعرف يحب اللي حواليه وهيعرف يدي للي حواليه. انت عمرك ما هتكون بتحب حد حب لا مشروط وانت مش بتحب نفسك، الا بقى في الحالة دي هتكون تعلق او عشان فلان بيديني شيء معين، بيديني مشاعر، بيديني مادة، بيديني حاجة معينة. فهنا مش هنسميه حب لا مشروط او حب حقيقي، هنا هنسميه مسميات تانية بعيدا كل البعد عن ده، انها متعلقة بشيء معين. الشيء ده لو زال المشاعر دي هتمشي، هتكون مش حقيقية. انما بقى لو انت بتحب نفسك حب حقيقي هتعرف تدي للي حواليك وهتحبهم حب لا مشروط، سواء بقى اهلك، صحابك، شريك حياتك. وكمان هتعرف تختار شريك حياتك بشكل صح من غير ما تكون معمي. هتعرف تفرق جدا ما بين الناس وهتعرف تشوف وشهم الحقيقي، لان ساعتها انت ما عندكش نقطة ضعف او عندك نقص في شعور معين عايز حد يديهولك. فهتعرف تفرق كويس ما بين الناس كويس، لان انت اوريدي مدي لنفسك كل المشاعر اللي انت محتاجها. انت في اكتفاء ذاتي كده جوه، لو هتدي حاجة فبتديها عشان مش مستني حاجة. برضو لو انتوا بتحبوا نفسكم انتوا هتنفروا من الطاقات السلبية او من اي حد بيستنزف طاقتكم، ان دي مشاعر سامة ومشاعر وهمية ومشاعر مؤقتة مبنية على حاجة معينة. فبمسافة ما الحاجة دي تحصل خلاص بقى شكرا. يا جماعة ما ينفعش نستنى من حد ان يحسسنا بشعور معين او يدينا حاجة معينة. المفروض ده دورنا اتجاه نفسنا، المفروض احنا نعمل ده لنفسنا. احنا مرايات لبعض. لو انتي مش شايفة قيمتك الحقيقية او مش بتهتمي بيها او مش بتنميها او تحققي احلامها، محدش هيهتم بيك. ما تطلبيش حاجة انتي ما بتعملهاش لنفسك اصلا. انتي لو مهتمة بنفسك اللي حواليكي هيهتموا بيكي. لو انتي مهملة في نفسك او شايفاها بلا قيمة نفس الشيء الناس هتشوفك كده. احنا مرايات لبعض، فلو عايزين الواقع اللي حواليكم يتغير غيروا نظرتكم اتجاه نفسكم واشتغلوا عليها واتعبوا عليها. اللي بقى الجزء الاخير اللي انا اتكلمت فيه ده يندرج تحت بند البيئة المحيطة. جماعة انتوا مش متخيلين البيئة المحيطة بتأثر فينا بشكل كبير ازاي، وده من الاسباب المهمة اللي ممكن تعرقل طريقنا للنمو او ان احنا نحقق هدف معين او حاجة معينة. مهم جدا يا جماعة نكون واخدين بالنا مين الناس اللي حوالينا، مين الصحاب اللي احنا بنصاحبهم، مين الناس اللي بنضيع وقت معاهم. الناس اللي حوالينا ممكن تكون عائق لينا او ممكن تكون سلمة في تحقيق احلامنا او تحقيق اهدافنا. حوطوا دايرتكم بناس ايجابية، ناس ناجحة، ناس بتسعى ان هي تحقق طموحاتها. مش اي حد تتابعوهم، تابعوا ناس ملهمة. كل دي عوامل هتطبع عليك، هتخليك شبههم. انما لو ناس حواليك سلبية، ناس بتحبطك، ناس بتضيع وقتك، كل الحاجات ديت هتعطل طريقك في ان انت تحقق هدف معين. وفي الاخر نستغرب ليه مش بنعرف نوصل، لاننا متحوطين بحاجات سامة اصلا وحاجات سلبية وحاجات ما تنجحش حد. وبكده يا جماعة نكون وصلنا لنهاية الفيديو. لو حسيتوا ان انتوا استفدتوا ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. الحاجات ديت بتعرفني نوعية الفيديوهات اللي انتوا بتحبوها وبتشجعني ان انا استمر. وكمان ما تنسوش تتابعوني على مواقع التواصل الاجتماعي، كل اللينكات هتلاقوها في صندوق الوصف. ويلا باي باي.